السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ وصفة جديدة من وصفات يوميات ليلي والزوز. طبعا غايبة عنكم بقالي فترة، بس ده غصب عني لسبب معين يعني. ورجعت لكم تاني بفيديو بسيط وخفيف خالص. هنفرز البسلة مع بعض النهاردة. طبعا البسلة موجودة في السوق وده الموسم بتاعها. والمفروض يعني ان احنا نخزنها دلوقتي للناس اللي بتحب تفرز الخضار وتستخدمه طول السنة يكون جاهز عندها. طبعا البسلة معايا جبت كمية كده حوالي 10 كيلو هنعملهم مع بعض. غليت مية ونزلت بالبسلة في الماء المغلية وضفت معلقة من السكر كمادة حافظة وتدي طعم حلو كده للبسلة. طبعا مش اي نوع بسلة بتروحي تجيبيه وتفرزيه، بنقي الحباية الخضراء المليانة اللي تكون البسلة اسمها سكري وتكون مسكرة كده وتدوقيها. بعد ما غليت البسلة كده 7 8 دقايق في المية بدأت اصفيها كده وانقلها في بولة تانية عشان اكمل الكمية اللي معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دلوقتي بعد ما نزلت كمية البسلة جبت مية ساقعة من التلاجة وحطيتها في حلة ونزلت بكمية البسلة الموجودة معايا في المية الساقعة دي طبعا عشان احافظ عليها. الخطوة دي بتبقى حلوة جدا للبسلة، بتخليها خضرة زي ما هي وما بتصفرش وما بتبقاش جامدة معايا ولا مبلح. طبعا هحطها في المية برضو حوالي 5 6 دقايق كده. طبعا بحط ايدي في المية كده بالشكل ده عشان تعرفوا ان دي مية ساقعة. تمام كده. طبعا ايدي صفرة كده، هقول لكم ايدي صفرة من ايدي الوقت. هسيبها كده 5 6 دقايق وبعد كده هنزلها كده في المصفى وهصفيها من المية بتاعتها بالشكل ده كده. تمام، قولوا تمام وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلا حطوا اللايك الجميل بتاعكم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. صفيت الكمية بتاعتي كلها وهبدأ دلوقتي استخدم اكياس التلاجة الموجودة عندي واضيف فيها البسل. طبعا معايا كمية جزر حوالي 5 كيلو، قطعتهم بقى تقطيع عشوائي كده. وسبت منهم يعني بقى جزر كده متقشر ومتنضف بس عشان الشوربه، وكمان قطعت منهم شويه كده لو انا هعمل تورلي ومستعجله يبقى كل حاجه موجوده عندي في قلب التلاجة. طبعا الجزر ده مش هعمل له اي خطوه لاني هفرزه لوحده. في ناس بتحب تفرز البسله ومعاها الجزر في نفس الكيس. الخطوه دي انا ما بعملهاش خالص، بحب الكيس الجزر لوحده وكيس البسله لوحده. طبعا لو انت هتحطي البسله مع الجزر هيبقى طبعا لازم تعملي الخطوات اللي عملتيها في البسلة مع الجزر. يعني هتغلي مية وهتحطي فيها الجزر حوالي 7 8 دقايق بالشكل ده، وبرضه هتطلعيه في مية ساقعة عشان يحتفظ بلونه وما يتبلش، وهتضيفي بقى البسلة على الجزر. اما للناس اللي هم بيعملوا الكيس ده لوحده وده لوحده، ما بحبش اعمل اي حاجة في الجزر غير اني بنضفه واقطعه مكعبات زي ما احنا شايفينه. دلوقتي جبت الاكياس بتاعتي وهبحط الكمية المناسبة في الاكياس اللي انا هستخدمها، اللي انت يعني الكميه اللي تكفيكي انت وعيالك. طبعا بخرج الهواء كده من الكيس، بتك على الكيس كده من جوه لبره من جوه لبره لحد ما اخرج الهواء كله بالشكل ده كده. طبعا بحاول اطبق الكيس كده عشان اخرج منه الهواء، وفي طريقتين لحفظ البسله بالشكل ده. المره الاولى اني بطلع الهواء وبطبق الكيس عادي من غير ما اربطه بالشكل اللي انا شايفاه ده، بس اضمن الطريقه التانية اللي انا بطلع منه الهواء واعمل له عقده كده عشان يحتفظ، يبقى الكيس موجود معايا طول السنه في التلاجة ما راحش منه حبايه او حاجه بالشكل ده. خلاص كده. طبعا طريقه سهله وبسيطه خالص وما كلفناش اي حاجه غير معلقه سكر من البيت والميه المغليه. بقى في حبايه صفرة في البسله كلام من ده ممكن تستبعديها. ما خدتيش بالك من كل الحب اللي في الكيس، لو انت بقى طبختيها ولقيتي حبايه كده ولا كده برضو شيليها، ما فيش مشكله خالص. يعني ما حدش واقف لنا على الواحده، احنا اللي بنعمل الحاجه واحنا اللي بناكلها براحتنا خالص. طبعا كده خلاص هكمل بقى الكميه كلها. هربط الجزر كده واطلع منه برضو الهواء برضو، باخد برضو على قد الطبخه اللي انا هستخدمها وبطلع الهواء. وطبعا ده الجزر اللي انا قلت لكم عليه. بسيبه كده بحاله للشوربه، يا دوبك بس متنضف ومغسول بس مش اكتر. خلاص. فتمام كده. برضو عامله جزر حلقات كده عشان لو هعمل تورلي تبقى كل حاجه موجوده عندي في البيت. طبعا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى الامه الاسلاميه والمسيحيه، وربنا يشفي كل مريض
ويرحم موتانا المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وينصر أهل غزة وأهل فلسطين والمسجد الأقصى إن شاء الله. وربنا يزيح الغمة دي من عليهم. كده خلصت كده الكمية معايا اهي. الجزر اللي هو بحاله والمتقطع مكعبات وشرايح او مدور كده عشان التورلي. وكده خلصت الكمية كلها. جربوا الطريقة دي هتعجبكم، وهتحفظ البسلة لآخر حبة طول السنة، وسهلة خالص وبسيطة، ما خدتش معانا وقت. وبألف هنا وشفا، ومع السلامة. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.